حالنا وهو ده وضعنا ولازم نتكيف عليه، ولازم ادارات الانديه تبدا تحاول ان هي توفر وتلتزم مع لاعبتها، ما تعملش عقد كبير، التزم بقى بالحاجات اللي على قدك. طيب معايا كابتن هاني يونس وكيل عبد الله سيسي. كابتن هاني ازيك؟ ازيك يا كابتن وائل؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك يا كابتن. الحمد لله زي الفل. كله تمام يا كابتن. ايه موضوع عبد الله سيسي؟ والله يا كابتن هو موضوع عبد الله سيسي ان هو له مستحقات طبعا متاخره في نادي الزمالك، تقريبا من شهر واحد ما اخدش منها غير جزء قليل جدا. المفروض المستحقات ديت هي 25% من اجمالي السنه الاولى بتاعته. فلحد دلوقتي طبعا نادي الزمالك عطاه قليل. اللاعب طبعا من شهر واحد لشهر 6 استحمل كتير، يعني قدر ان هو يصبر على نادي الزمالك كتير، فطبعا حقه دلوقتي ان هو يطلب مستحقاته. ففي البدايه احنا بعتنا زي يعني بنذكر نادي الزمالك ان اللعيب له فلوس في شهر واحد، وبعتنا لهم جواب وبعتنا لهم جواب تاني في جواب تاني. 3 خطابات على اساس ان نادي الزمالك يردوا علينا. فهم الصراحه ما حصلش اي اتصال منهم او اي رد على الخطابات. فده طبعا حاجه يعني خلت اللعيب يعني مستاء شويه وغضبان شويه. بالاخص ان عبد الله ملتزم. واضح. يعني عبد الله من اللعيبه الملتزمه الفتره اللي فاتت جدا في التمرين في المباريات، بسم الله ما شاء الله بيلعب على طول، السكور بتاعه الفتره اللي فاتت تقريبا عالي، الاهداف بتاعته مؤثره في المباريات. فهو كان منتظر يعني ان الناس برضو تقعد معاه، حتى لو ما طلبوش وكيله يجيبوه هو شخصيا ويقولوا له ان في ظروف دلوقتي ويحكوا له الوضع ويقولوا له ان مثلا ما حصلش ده. فهو كان متضايق الصراحه من حاجه شكل كده. فاحنا لجأنا ان احنا نذكرهم بخطابات عشان هم يعني يتذكروا ان اللعيب له مستحقات المفروض ان هو ياخدها. ما تذكروش؟ والله لحد الان لسه. طب ناويين على ايه؟ يعني اللي جاي ايه بالنسبه لكم؟ هل في خطوات ممكن تتصاعد اكتر من كده؟ والله يا كابتن وائل احنا مش نفسنا ان حاجه تصعد، الموضوع في ايد نادي الزمالك دلوقتي، ونفسنا ان الامور طبعا يعني ان هي تعدي على خير. عبد الله بيحب نادي الزمالك جدا، عنده طموح عايز يكمل الفتره الجايه مع نادي الزمالك. بس احنا منتظرين ان فعلا لازم يبقى في حلول، يعني ما ينفعش ان هو ما يبقاش في حلول، لازم يبقى في حلول لمشكله عبد الله عشان حتى هو يركز بقى في اللي جاي، لان اللي جاي صعب بالنسبه لنادي الزمالك. يعني داخل على ماتشات دوري هتحدد بطل دوري، داخل على دور الثمانيه في بطوله افريقيا، فمش معقول ان اللعيب هيبقى مشتت. يعني لازم اللعيب يبقى داخل المباريات دي بكامل تركيزه. وبالاخص ان احنا لما فكرنا ان احنا نلعب برضه النادي الزمالك بعتنا له فتره فيها توقف عشان اللعيب ما يحصلوش تشتيت. طب انت شايف ان هو كان مركز الفتره اللي فاتت عشان كان مستني، دلوقتي ابتدى يخش فيه خطابات وكلام، شايف ان الفتره اللي جايه ممكن عبد الله يفقد تركيزه ولا شايف ان هو هيثبت على التركيز؟ انا شايف ان اي لاعب مكان عبد الله هو اولا هو عبد الله بيفرق ما بين المشاكل الخارجيه وما بين ان هو يتمرن ويلعب ماتشات والكلام ده، وده الدليل ان هو فعلا من شهر 6 لحد دلوقتي ما خدش فلوس. طيب خلاص انت اديت الحل لنادي الزمالك كده. يعني انا بقول ان هم فعلا الناس لازم تحاول ان هي بقى، لا مش اديت الحل ولا حاجه، بس هم يعني لازم فعلا بقى يتصرفوا له. يعني ما انا ما تجيش عليا في كل حاجه، والوقت طويل اللي هو قاعد وما ياخدش فيه فلوس 6 شهور بس. ولكن برضه اي لعيب معرض يا كابتن وائل طالما عنده التزامات ان هو يفكر ويتشتت. مش معنى ان انا بقول ان هو بيبقى مركز في المباريات وخارج الملعب وداخل الملعب ان هو اللاعب مش هيفكر في حاجه زي كده. اكيد ممكن عشان هو عنده التزامات فممكن تشتيته برضه يعني يضيع او ما يبقاش بكامل تركيزه الفتره اللي جايه. فلازم نادي الزمالك يشوف له حل ويقعد معاه ويتفق معاه ويبقى عبد الله في الاخر مرضي عشان يدي كل اللي عنده. هو راجع امتى المفروض؟ لا عبد الله موجود هنا في القاهره، هي اسرته بس اللي سافرت وهو موجود هنا في القاهره. طيب تمام. كابتن هاني بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني قصه المستحقات بتاعت عبد الله تتحل والموضوع يعني يبقى بسيط ونادي الزمالك يقدر يوفي التزامات